السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبارية جديدة. وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا رسالة عاطفية إلى مواطني ليونيل ميسي قبل المباراة الحاسمة ضد نيجيريا في المباراة الختامية في دور المجموعات عن المجموعة الرابعة في كأس العالم المقامة بروسيا. ويواجه أصدقاء ميسي موقفا صعبا للتأهل إلى الدور 16، حيث يحتلون المركز الأخير في مجموعتهم برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع منتخب أيسلندا الذي سيلعب ضد المتصدر كرواتيا ب6 نقاط، في حين تحتل نيجيريا المركز الثاني ب3 نقاط. وسيتوجب على منتخب الأرجنتين الفوز على نيجيريا بنتيجة أهداف مريحة وانتظار تعثر أحفاد الفايكنج ضد كرواتيا. وقال مارادونا في رسالته لميسي: أنت لست مذنبا في شيء، لا شيئا على الإطلاق، أنا أحبك كما هو الحال دائما وأحترمك كما هو الحال دائما، لقد لعبت معي كأس العالم استثنائية. وانتقد مارادونا بقسوة الفريق الوطني الأرجنتيني والعديد من لاعبيه ولا سيما خورخي سامباولي، ومع ذلك مع لاعب برشلونة كان رحيما بعد ساعات من عيد ميلاد اللاعب 31. وفي خبر آخر، لم يخفي ماتيو كوفازيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في الرحيل عن الفريق الملكي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث عانى اللاعب الكرواتي من الجلوس على مقاعد البدلاء، الأمر الذي دفعه للبحث عن فريق آخر ينتقل إليه من أجل مواصلة مشواره الاحترافي. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي نابولي الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع ماتيو كوفازيتش، وعلى الرغم من أن ريال مدريد لا يريد بيع اللاعب الكرواتي، إلا أن موقف هذا الأخير قد يجبر النادي الملكي على فتح الباب من أجل رحيله. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جوني لوبيتيجي سيقيم حجم كوفازيتش في خطته، وما إذا كان من الضروري البحث عن بديل له. أما إذا قدم أي ناد وعلى سبيل المثال نابولي عرضا جيدا من أجل الكرواتي حسب ندرة النادي، فمن المحتمل أن يمنح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل. ويذكر أن ريال مدريد يدين للتعاقد مع كوفازيتش إلى المدرب السابق رافائيل بينيتيز الذي أصر على ضمه من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 35 مليون يورو، بالرغم من عدم مشاركته بصورة كبيرة في الفريق الإيطالي في صيف عام 2015. وفي خبر آخر، صرح المدير الفني البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش عن عدم الرضا عن التحكيم ولا تقنية الفيديو بعد تعادله مع منتخب البرتغال في آخر لقاءات المجموعة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم. كيروش قال في تصريحات بعد اللقاء: بلا شك قدمنا مباراة كرة قدم مشرفة ضد أحد أقوى الفرق، ولكن المنتخب الإيراني سيطر على اللقاء ونحن من استحقينا الفوز. الآن أتمنى كل التوفيق للمنتخب البرتغالي في البطولة. الآن كسبوا مشجعا إضافيا، الآن أثناء المباراة لم يكن بإمكاني تشجيعهم. وتابع قائلا: كنت أريد مشاهدة ما يحدث عندما حصلت البرتغال على ركلة جزاء من خلال تقنية الفيديو، لكن لم يتم السماح لي. حينما كانت ركلة جزاء الخصم فإن التلفاز قدم 6 لقطات بطيئة للحالة، وحينما كانت لنا فشاهدنا لقطة واحدة بطيئة. وأضاف قائلا: لا أريد الحديث كثيرا، بالنهاية البرتغال بلدي ولا أريد إشعال الحرب، ولكن تأقلمت على وضع أن أكون بهذا الموقف. رسالتي للفيفا: الكل يتفق بأن تقنية الفيديو لا تعمل بشكل جيد. واختتم قائلا: بوجود تقنية الفيديو لا يجب أن تكون هناك أخطاء للحكم، لكن في الحقيقة مع وجود هذه التقنية و6 حكام ما زال لا يستطيع أحد تحمل المسؤولية. وصلنا لفقرة الأسئلة. الإجابات الصحيحة على السؤال الماضي هي البرازيلي دي بورتو. وسؤالنا لهذا اليوم اخترناه من خلال تعليقاتكم، وهو: من هو أكثر منتخب سجل أهداف في كأس العالم؟ اتركوا لنا إجاباتكم في التعليقات، ويمكنكم أيضا طرح الأسئلة.